عملت بودنج شوكولاته، حطيت فيه مارشميلو ساح من السخونه. المهم دلوقتي بقى هنقعد نعمل الخطه اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات. يلا بسم الله. شغلت حبيبه الهادي جنبي بموت فيها. عملوا في رمضان، فلقيت ان انا عندي خواطر كتير. التركيز يحول الحلم الى حقيقه. خلاص يا رودينا بقى يلا. الساعه دلوقتي 11:47. هشوف بقى اخلص امتى. باذن الله اخلص بسرعه قبل السحور. عاوزه اعمل في الورق ده. طيب انا دلوقتي قسمتهم، كل ورقة هعمل فيها مجال معين، هعمل فيها الخطة بتاعت مجال، يعني كل ورقة هعمل فيها خطة مجال معين يعني. اول حاجة هبدأ بالبلان بتاعت الروايات، وهترافقني فيها صاحبتي الجميلة الأمورة دي. بدأت بالبلان بتاعت الروايات. دي الحاجات اللي انا عايزة اكتبها بصراحة يعني. بعضهم اتكتب خلاص، وبعضهم لسه هيتبدأ من اول وجديد، وبعضهم اتكتب شوية وباقي شوية. فدي الروايات اللي انا ان شاء الله عايزة انزل بيها المعرض الجاي. هما تسع روايات وديوان شعري. انا برضو بكتب شعر، وعملت ديوان السنة اللي فاتت اهو. آه، شاركت بقصيدة فيه في مسابقة مواهب على مستوى الجمهورية، واخدت مركز اول. ال- الدرع اهو. فان شاء الله هكتب لمدة ساعة واحدة بس كل يوم لحد ما يخلصوا، وان شاء الله انزل بيهم المعرض الجاي. الحمد لله عملت كمان البلان بتاعة المحتوى. طبعا انا عشان بنزل على يوتيوب وعلى انستجرام وتيك توك وفيسبوك، بنزل على الاربع منصات دول. عملت خطة لكل منصة فيهم، وكتبت النوتس اللي عايزاها للمحتوى واسماء السلاسل ان شاء الله اللي هعملها واللي هكمل فيها، لان في حاجات بدأت فيها وموجودة على القناة. فعملت خطة المحتوى الحمد لله زي ما كنت عايزة. المحتوى هياخد مني 5 ساعات يوميا. الروايات هتاخد مني ساعة، فكده احنا معانا 6 ساعات من اليوم الحمد لله جهزوا. نكمل بقى الباقي. خلصنا خطة العمل الحر. دلوقتي هاخد 8 ساعات. 8 ساعات للعملاء، وساعة اجهز فيها المنهج بتاع الورشة اللي هعملها بإذن الله. المحتوى بتاعها هنا 9 ساعات وهنا 6 ساعات، يبقوا كام؟ يبقى معانا 15 ساعة. كده باقي كام ساعة من اليوم؟ باقي 9. هشيل منهم 6. دول بتوع النوم، مفيش حاجة تيجي جنبهم. فدلوقتي فاضل 3، وفاضل لي التعلم. ان انا اطور من نفسي واتعلم حاجات جديدة لو عايزة. الحبر عامل هنا والمذاكرة والجامعة. على فكرة الجامعة ممكن جدا في الوقت الفاضي بين المحاضرات اعمل حاجات هنا، يعني مش مثلا لو انا عندي محاضرات من الساعة كذا للساعة كذا خلاص دول كلهم بتوع الجامعة، لا. هو بس هي الساعة بتاعة المحاضرة، والباقي بقى بيبقى ساعات عندي مثلا 3 ساعات بين كل محاضرة والتانية، هقعد بقى استغلهم في الحاجات دي علشان ما الوقت ما يضيعش. خلصت الحمد لله. عملت بلان المذاكرة وبلان التعلم الذاتي، ان الحاجات اللي انا عايزة اتطور فيها وكده. كل حاجة يعني انا مؤمنة ان حتى لو انا عارفة الحاجة دي بتتعمل ازاي، انا برضو لازم اكيد في حاجة انا معرفهاش، فانا هفضل ادور لحد ما اعرف اقصى عدد من الحاجات اللي ممكن اعرفها. يعني انا مثلا ان انا بعرف اكتب مثلا روايات، مش هاجي في وقت اقول لا انا تمام كده مش عايزه لا عايزه اتعلم اكتر. يعني مش معنى ان انا بعمل الحاجه حلو ان انا خلاص كده ما اتعلمش تاني، لا. تعلم دايما مطلوب، ودايما في حاجه احنا ما نعرفهاش مهما كنا ملمين بالتفاصيل بتاعه الحاجه دي. اكيد في حاجات احنا ما نعرفهاش، وهنموت واحنا لسه ما نعرفهاش عادي. يعني هنموت ولسه فاضل حاجات معرفناهاش. يعني بجد انا مؤمنة بحاجة زي كده جدا يعني. عندي 10 مواد في الجامعة. انا بدرس في تربية تخصص لغة عربية. هذاكر كل يوم ساعة ونص بإذن الله. ساعة ونص. يعني خير الأعمال أدومها وإن قل، وقليل متصل خير من كثير منفصل. لسه واخدة الجملتين دول من حبيبة الهادي دلوقتي وانا بتفرج على الحلقة بتاعتها. للتعلم هاخد كل يوم ساعة كفاية. معايا نص ساعة باقية من اليوم دي بتاعة الورد القرآني والأذكار.
ووقت الصلاة بقى يعني هو في وسط دول، يعني مش هقول هصلي في وقت كذا هصلي، لا، هو وقت الصلاة وقت الصلاة، في اي وقت بقى وانا بعمل اي حاجة فيهم. فانا كده الحمد لله ايه خلصت الحاجات اللي انا كنت عايزة اخططها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كأني والله شلت هم كبير من على قلبي. اربطهم مع بعض بقى بدبوسة بينك كده حلوة قوي. اهو تم بحمد الله. طبعا كل حاجة بقى فيهم عايزة لها خطة في قلب اليوم نفسه. يعني انا مثلا عشان اعمل محتوى ما محتاج اعمل خطة للافكار وخطة هظبط الرينج لايت ازاي، خطة التصوير، خطة المونتاج، كل حاجة يعني المحتوى ليه خطة، المذاكرة ليها خطة، كل حاجة بقى ليها خطة منفصلة لوحدها على حسب كل يوم وحسب كل يوم هعمل فيه ايه. والساعة 2:02، يعني الحمد لله ما غبناش قوي، يعني كل سنة وانتم طيبين.